بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذكروا الليلة بذكر الله تطمئن القلوب. احنا أكبر مطمئن في الدين، يا رب دايما تكونوا بخير في أحسن حال. طبعا احنا هنا عند مملكة الوادي، تبع إدارة محمود الليبياري في الفيوم المسلة. دخلت وانت جاي من طريق مصر. تمام. أحلى يا جماعة، فعلا هو المفروض ما يسماش بيت الوادي، المفروض يتسمى بيت الزواحف. ما شاء الله، يعني عنده جميع أنواع العصافير. عنده كوكتيلات فشر. ده الكوكتيل يا جماعة، ما شاء الله. وده الفشل يا جماعة. يعني اللهم صل على النبي تبارك الرحمن، ربنا يا رب يبارك له ويرزقه يا رب. طبعا احنا كنا عنده فبنصورنا، تمام، استأذناه في التصوير. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده نوع من يعني حاجة كده زي الفشل، بس ليها اسم تاني. اللي فوق ده يا جماعة الفشل، ده اللي تحت حاجة تانية. بس بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات بصوا، الله أكبر الله أكبر يعني. الحمد لله. ما شاء الله، يعني حاجات في قمة الروعة، في قمة الجمال يا رب. طبعا بقى دي عصافير استرالي ونصاص وفلل، ما شاء الله يعني تبارك الرحمن. طبعا اخر حاجه فوق دي اللي هي الفلل. طبعا يا جماعه، اي حد هيروح له هيقول له طبعا مملكه محمد وطيور الزينه، هيبقى ليه خصم. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من اجمل واحسن انواع العصافير عنده. تمام. يعني ما شاء الله، يعني عنده يعني. انا هسيب لكم مقطع كده، او المقطع ده يا جماعه ينزل لكم على الصفحه بتاعه الرئيسيه بتاع الفيس، في اغاني وكده عشان حقوق الطبع والنشر. دي طبعا دخلنا بقى على قسم الحمام. ما شاء الله، ده يا جماعة حمام ازرق قطيفة. ده وزارات ازرق قطيفة. ده البخارة، بس مستواهم يعني ما كانش حلو، يعني مستواهم متوسط. تمام، عشان برضو يبقى الكل عارف. ده نفخات ما شاء الله. طبعا هم لابسين دبلة، مش عارف دبلة مين بصراحة. انا ما عرفتش امسكهم، ان كان جنبيا بومة عقام، فما كنتش عارف اصور منها. ده هزاز هندي او هزاز الماني، مش عارف والله، هو كان قال لي الاسم بس. يعني إيه، هزازات كولا زي ما احنا بنقول، بس هي لها حاجة تانية هو جايبها منها. تمام. دي جعفرة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على النبي. كله يا جماعة رقد وبيض ما شاء الله، الا الجوز ده جوز نميسة زي ما انتوا عارفين. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجات برضو من المستويات اللي هي المستويات برضو اللي هي اللي عالية. وعندنا هنا كمان الجوز دول، هما دول اللي أنا والله ما نسيت ما اعرف اسمهم، ده الأرابجات. طبعا كله ما عارف الأرابجات. طبعا دي البومة العقم، شايفين بصت لي ازاي، يعني كانت عاوزة تاخدني. بس ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة 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 فعلا. انا لو عندي المكان والله هربيها. بس هي انتوا شايفين المنظرة دي كده يا جماعة، يعني ما بتعملش حاجة دلوقتي، ان هي بالليل. طبعا زي ما انتوا شايفين بقى، دخلنا على قسم الزواحف. دي ارجوانا، عشان برضه يبقى كله عارف. دي ارجوانا. ده ابو السيور. ومش عارف الرخة اللي هي والتعبان الصحراوي. برضو التعبان الصحراوي هو الشغل اللي عليه دلوقتي. هو جوه يا جماعة في قلب الكهف اللي هو الصغير ده. يعني ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن، اللي هو قاعد جوه ده اللي هو الصحراوي. طبعا كانوا بيغيروا جلد. يعني ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن. طبعا بقى هنا بقى دخلنا على بقى الزحالف. الزحالف يا جماعة، عندنا اللي هي المصري واللي هي السلوكاتا. السلوكاتا يا جماعة، ما شاء الله، دي اللي هي بتاعتنا المصرية. والتانية اللي همسكها صغيرة السلوكاتا. ما شاء الله، يعني يا جماعة أنا أول مرة أمسكها بصراحة. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على النبي، يعني حاجة في منتهى الجمال. أنا كل ده أنا مخليني مش عارف أصور يا جماعة. يعني أنا عارف إن التصوير مش طالع برضو اللي هو، بسبب اللي هي البوم على الأرقام دي، هو حاططها في نص المكان وأنا مش عارف أصور بسبب إن كل ما أروح في حتة تلف. شايفين؟ يعني حاجة في منتهى الجمال، أقسم بالله. فعلا احنا لو عندنا المكان هنعمل أكتر من كده. طبعا هو عامل لها البيئة دي عشان ما يحسسهاش ان هي في مكان غير مكانها. تمام. هو بيحاول يهيئ لها المكان ان هي عايشة
في البرية بتاعتها وكده، ما شاء الله يعني المكان جميل 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 بصراحة. اللهم صل على النبي. طبعا احنا هنا هننقل برضه على الزواحف المائية، تمام، اللي بتعيش في المياه وكده. بس طبعا دي انا معرفتش افتح عليها الباب ان خفت بدل ما تجري، وانا هنا ما شفتش اللي فيها، وفي الاخر لقيتها حرباية. الحربايتين اهم واقفين، طبعا أنا كل ده مخدتش بالي منهم الا في الاخر. طبعا بقى هنا بقى الزوالف المائية، يعني انا بصراحة مرضتش افتح عليها جامد، ان انتوا زي ما انتوا شايفين المية وهو مشغل لهم النور وكده بيحسسهم بالطبيعة بتاعتهم، تمام. فانا بصراحة مرضتش ان انا اعمل عليها جامد، ان انا افتح جامد الباب وكده. طبعا دي لها ماستر، طبعا انا عمال اصور ان البتاع عليه، في الاخر هم قاعدين يعني ما شاء الله يعني. طبعا اضخم قفا عنده دي يا جماعة، القفا دي معدية ال15,000، تمام. بس قفا بصراحة انا خفت منها اول ما بدأت ان هي تتحرك، خفت منها ان بصراحة مهولة، تمام يعني. الله اكبر يعني، ما شاء الله. هو بيت الزواحف فعلا، بيت الزواحف. طبعا بقى نشوف اجمل واحلى العصافير في الدنيا كلها. ودي فلل، دي ده ده بتاع ده يمام، ده يا جماعة يمام، عشان برضه يبقى عارف. دي فلل عصافير، تمام. طبعا بقى السمك، طبعا انا مصورتش كتير جامد اوي في السمك، او ممكن يكون الفيديو طبعا انا لا واخد لكم كده لقطة للسمك. طبعا بقى العصافير بقى هو كان معايا. طبعا بقى انتوا شايفين بقى الجزء اللي فوق ده يا جماعة، جزء عامل 500 جنيه. حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. طب ربنا يبارك له يا رب ويرزقه يا رب من حيث لا تعلمون. طبعا حاجة في قمة الجمال وفي قمة، اقول لكم ايه يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب. طبعا انتوا شايفين بقى العصافير بقى جميلة جميلة، حاجة في المستويات البرد العالية، وشغال في المستويات العالية ما شاء الله يعني. ربنا يبارك له يا رب، يرزقه خيرهم يا رب بحق المصطفى. طبعا بقى ننتقل بقى، وعنده عصافير وكلاب. طبعا انتوا شفتوا العصافير، عنده كلاب وعنده قطط، تمام. ده يروح له يا جماعة، هو في الفيوم في المسلة، تمام. لو انت جاي من المسلة وطالع على طريق مصر، تمام، هو في مساكن الشرطة، تمام، في مساكن الشرطة في الفيوم. مساكن الشرطة دي فين؟ يا اما من المسلة، يا اما تيجي من عند الدرامات وتقول لهم مساكن الشرطة فين، 100,000 واحد هيدلك. هتيجي من ورا بتاع اسم الشرطة، وهتروح ماشي لحد اخر السور. هو المحل بتاعه هناك مملكة الوادي، هو من احلى مملكة. طبعا هو عامل عرض على السمك الصغير ده الواحدة ب15، والسمك الكبير الواحدة عاملة 100. طبعا ده كلب بقى لولو، دي ما شاء الله دي قطط، وده كلب هاسكي، ودول جوز كلاب لولو برضو ما شاء الله يعني، حاجات حلوة ومحترمة. طبعا بقى هنا بقى القطة دي، طبعا كلهم يا جماعة نايمين اصلا، لان النور كان عمال يقطع. مملكة الوادي مش عاوز حركة، مملكة الوادي على المبدأ ثابت، مملكة الوادي على كده من فترة، مملكة الوادي على وضعنا ثابت. احنا نمبر 1 حريفة في الحيوانات الأليفة، كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا يا اسطى شغالة. مملكة الوادي مكان مش عادي، نمبر 1 دي حقيقة، ما بقولش كلام على الفاضي يا ابني، احنا شيوخ وعملنا طريقة. مملكة الوادي ثابت، مملكة الوادي ماشيين في طريقنا ولا